هذا مرشح ربح مرشح في الانتخابات الجزئيه. والمشكل هادو دابا اللي كيطبلوا وكيغيطوا فرحانين، تسولوا تقول له ما هي الانتخابات الجزئيه، وعلاش كاينين انتخابات دابا، وعلاش غيكونوا في شهر 9، وعلاش غيكونوا في 2027. غيقول لك ما عرفتش اخويا، انا غير واحد ولد الدوار، تنافس مع واحد ولد الدوار، انا من الكليكه ديال هاد ولد الدوار هذا، ومن ناسو ومن حبابو كيعيط ليا ولا كيخدمني ولا انا صافي ديالنا ما كاين لا فهم سياسي لا حتى حاجه، ما كاين لا خلفيه، ما كاين لا طموح. راه تهضر معاه تناقش معاه تقول له شنو بغيتي، شنو هي الطموحات ديالك، شنو هي الرغبات ديالك، شنو هو الحزب اللي بغيتي انه يمثلك. غادي يقول لك خصنا كذا وكذا 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 وكذا. غدا غادي يصوت على واحد الحزب اللي التوجه ديالو يتناقض مع دوك المطالب اللي عطاك هنا، وراه حنا غير تنخربقوا. راه ما يمكنش تكون عندنا انتخابات حقيقيه الا ما كانش المواطن المغربي كلهم من الكبير حتى الصغير كيمشي باش انه يصوت وهو عنده واحد الفهم ولو يكون قليل، وحنا قادرين على هذا الشيء. راه ما يمكنش تكون عندنا ديمقراطيه حقيقيه اذا كانت ديمقراطيه الاغلبيه الجاهله، ديمقراطيه الاميين. وطبعا هاد الاميين غادي يدخلوا فيهم شي وحدين وغادي يوليو سلعه، وغادي يوليو غير اصوات، وغادي يوليو يتدفعوا، وغادي يوليو يتجروا باش انهم يصوتوا، باش انهم يقضيو مآرب لواحد الاذكياء اللي قاريين وفاهمين وعندهم وعي، ونصبح نحن مجرد قطيع عند هاد الناس انهم يبقاو يجرونا ويقولنا فين تصوتوا. وتخيلوا عباد الله الحملات الانتخابيه كدار بهذاك السيد، راه الله يعمرها دار، زوين، راه معروف، راه